يا اخوانا اللاعب التونسي فرجاني ساسي ولع الدنيا وصرح وقال المغاربه في بالهم ان احنا رايحين نحضر افتتاح ملعب، احنا رايحين نلعب ونثبت ان التوانسه رجال ونكسبهم في ملعبهم. يختي 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 يختي. فكده رسميا يوم الجمعه هيكون في تكسير عظام في ملعب فاس، مفيش حل وسط، ما بقاش ماتش ود كده. فاليوم ده يا هيكون زوين بالزاف يا باهي برشا، مفيش حل وسط. فالماتش هيكون قوي قوي، واحسن حاجه التوانسه هيكونوا معيدين ماكلين العلوش يا ولدي يا ودي، ماكلين العلوش يا ودي. المغاربه هيكونوا بيسمعوا الطرب الاندلسي ولسه هيفطروا تاني يوم كبده. العيد في المغرب باذن الله يوم السبت مش يوم الجمعه. فالماتش هيكون قوي قوي صعب قوي. اكتبوا لي توقعاتكم، تتوقعوا مين اللي هيكسب، توقعاتكم لنتيجه المباراه. باذن الله باذن الله تكون مباراه قويه قوي فنيا، ده لمصلحه المنتخبين. وانا واثق مليون في الميه على المستوى الروح الرياضيه والروح الاخويه هيكون ماتش قمه في الروعه، في الروح الرياضيه والاخلاق والاخوه. التوانسه والمغاربه اخوان وحبايب وفل شمعه منوره. وبالنسبه للناس اللي بتحاول تاخد تصريحات فرجاني ساسي ان هي فتنه او تقليل من منتخب المغرب، لا 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 لا، ده طبيعي قوي ما بين شمال افريقيا. شمال افريقيا بينهم حماس قوي كبير قوي في الكوره. كمان فرجاني ساسي بعد اللقاء الصحفي ده، بعد ما قال الكلام ده، اتعمل معاه لقاء صحفي تاني وقال ان هم عندهم نجوم قويه وان هو بيحترم منتخب المغرب، ومنتخب المغرب فيه نجوم عالميين واقوياء. حتى المراسل قال له عندهم نجم بي اس جي وعندهم نجم ريال مدريد، ففي تخوف في الشارع التونسي. قال لهم لا ان شاء الله ما فيش تخوف، وان شاء الله يكون في ماتش كبير. فتحيا تونس، ديما مغرب، حبايب قلبي، سلام.